الزمالك بينفرد ب 21 نقطه وفوز سهل على طلائع الجيش امبارح، وامبي النهارده بيفوز فوز كبير على الجون 4-1. نبدا بالزمالك والجيش. نبدا بالزمالك يا كابتن كريم. يعني عايز اقول حاجه، الزمالك بيحقق الانتصار السابع، ويمكن الزمالك ما عملش 7 انتصارات في حياته في بدايه الدوري غير مره واحده. المره دي كانت موسم 2001 مع مستر اوتو فيستر والكابتن حلمي طولان، وبالمصادفه كان جاي لسه الكابتن حسام والكابتن ابراهيم على نادي الزمالك بعد طبعا الانتقال من النادي الاهلي، وما كانوش مقيدين افريقيا، حتى كانوا بيقولوا الخماسي الحديث اللي هم يقدروا يلعبوا في الدوري ما يقدروش يلعبوا في افريقيا. كان كابتن حسام، كابتن ابراهيم، وليد صلاح، عبد اللطيف، تامر عبد الحميد، والحسن محمد، ودول كانوا بيلعبوا في الدوري وما كانوش بيلعبوا في افريقيا. نادي الزمالك عمره ما كسب 7 مباريات متتاليه الا في هذا الموسم والموسم الحالي. انا اتذكر مباريات يعني تماما. كانت اول مباراه للكروم في اسكندريه، ودي كان ليها ظروف خاصه، لان الكابتن اسامه نبيه اللي هو المدرب العام لنادي الزمالك في الوقت الحالي كان في شكوك حول قيده في نادي الزمالك. ناس قالت مش هيقيد، ناس قالت هيقيد، ولكن طبعا اسامه من وخد هداف الدوري ساعتها باين؟ لا، كان طارق السعيد. اسامه نبيه يعني كان في شكوك، ولكن هو طبعا كان راجل ضامن نفسه واتأيد ولعب المباراه دي وجاب جونين في الكروم في اسكندريه. بعد كده لعبنا الترسانه وكان ابو تريكه في الترسانه، كسبنا 3. بعد كده لعبنا، كنت في الزمالك؟ كنت في الزمالك ساعتها. بعد كده لعبنا سكه حديد سوهاج، كسبنا 2-0. بعد كده لعبنا دينا او اتحاد عثمان، كسبنا 2-0. زرع دينا كان نادي جميل. كان حتى كابتن حسن شحاته مسكهم من الدور الثاني. خلي بالك، فاكر انا. والهزيمه الوحيده لنادي الزمالك في الموسم ده كانت الدور الثاني مع كابتن حسن من مزارع دينا. 2-1 في استاد القاهره. دي حقيقه. كان الزمالك المفروض هياخد الدوري يوميها ومزارع دينا كسب واجل، يعني الزمالك كان كده هياخد الدوري، كان اجل فوزه بالدوري مباراه. بس ده الدور الثاني، انا بتكلم عن الدور الاول بقى. كسبنا 2-1، وبعد كده كسبنا القناه 1-0، وبعد كده كسبنا المنصوره في المنصوره 1-0، وبعد كده كسبنا جولدي او المعادن، كان الكابتن محمد صلاح 2-1، وبعد كده تعادلنا مع النادي الاهلي. يعني كويس انت يعني فكرتني. طبعا انا بعزي الكابتن محمد صلاح خير في وفاه اخته اول امبارح. انت عارف امبارح انا كان عندي اجازه في البرنامج ما طلعناش، فبعزي كابتن محمد صلاح في وفاه اخته الكبيره. كويس. ويعني ربنا يرحمها باذن الله ويدخلها فسيح جناته يا رب، وبقاء لله يا كابتن محمد. نتصل بيه بعد الهوا ان شاء الله. بقاء لله يا كابتن صلاح. فده الموسم اللي نادي الزمالك كسب فيه 7 مباريات متتاليه. بعدها تعادلنا مع الاهلي 1-1. ايوه. السنه دي نادي الزمالك برضو بيعمل نفس الانجاز ده، وما تنساش ان هو برضو ما خسرش في افريقيا، يعني كسبان جازيل تشادي 7 وتعادل معاه 0-0، كسبان فيتا كلاب. نتمنى ان شاء الله ان هو يوفق في مباراه العوده في الكونغو. طب رايك في ماتش امبارح ايه يا كابتن هيثم؟ والله كان ماتش كويس جدا. واحنا قلنا يا كابتن كريم قبل كده ان طلائع الجيش عنده ميزه مش عند اي فرقه، ان هو بياخد من الزمالك والاسماعيلي، ولكن صادفه بقى الحظ ان هو بيلاعب الزمالك متصدر والفريق اللي محقق العلامه الكامله الفول مارك، عدد نقاط هايل ما بيتعادلش حتى ما شاء الله. فنادي طلائع الجيش لعب مباراه كبيره ومفيش ادنى شك. بس انا هجوميا ما عجبونيش في الشوط الاول امبارح. دي حقيقه، لان هم يعني احترموا امكانيات نادي الزمالك الهجوميه، والحقيقه نادي الزمالك ضغط عليهم في الشوط الاول بشكل جيد جدا، وكان ممكن نادي الزمالك ينهي المباراه من الشوط الاول يحرز 2 أو 3، ولكن اكتفى بهدف. الهدف الثاني بتاع محمد ابراهيم ما اقدرش اجزم ان الهدف هدف او مش هدف. اللي يقول لك مش جون او يقول لك جون ما يبقاش صادق. دي عايزه الكاميرا زي ملاعب انجليزيه من فوق من فوق العارضه. دي تقدر تقول بيها. حتى المساعد عشان يقول الكره دي جون يا كابتن كريم لازم يكون واقف على الخط. ومش كده وبس، ده حتى عماد السيد هيحجب عنه الرؤيه، فاللي يقول لك جون او مش جون ما هنشوفها دلوقتي مع بعض. صعبه تقول جون وصعبه تقول مش جون، ولكن ده ما يمنعش ان نادي الزمالك قدر ان هو يفوز بالمباراه. نادي طلائع الجيش بعد ما دخل فيه الهدفين ابتدى يشارك هجوميا. جمعه مشهور احرز هدف جميل جدا، وان كنت اعيب على حائط البشري نادي الزمالك، لان ده مش حائط بشري، فريق بيلعب على بطوله. صح. يعني الحقيقه كان حاجه يعني كان مفتوح، تحس ما فيش اهتمام في الحائط يعني، ولا مباراه ناشئين يعني. عبد الله السيسي في وادي وجعفر في وادي، يعني انا ما كانش جعفر، كان عبد الله السيسي واحمد سمير وفتح الله وعمر جابر وفتح الله. فتح الله الوحيد اللي كان ثابت. صح. هو الوحيد. بس انت لازم تنط يعني. عبد الله السيسي اعتقد الثغره كانت من عنده. عبد الله واحمد سمير وعمر كل واحد راح في حته. بس ده كويس. ده يعني السلبيات دي اكيد بتبقى ده الهدف يا كابتن هيثم. لا صعب. بقول لك انا المساعد لازم يكون واقف على خط. بص، هي لما نزلت من ايد عماد خبطت على الخط. هي بعد بقى الخط هل عملت سويرف ودخلت؟ بص يعني بعد، بص هنا هتنزل من ايد عماد، هتنزل على الخط، هتنزل على الخط. هل بعد الخط بقى عماد خدها من جوه ولا من بره؟ انا بقول لا، ما دخلتش. ولا حد يقدر يقول.
والمساعد نفسه عشان يشوفها بعد بقى الخط يكون واقف على الخط، ولو واقف على الخط جسم عماد السيد هيحجب عنه الرؤيه. فالموضوع صعب جدا اهو. بص دي بقى، هل هي جايه جول؟ الموضوع صعب، الزاويه ما تبان. بص الظل بتاع الكوره جول، تصدق صعب ولا ما تضمنش برضه؟ ما تضمنش. لا ما تضمنش. ارجع سنه صغيره كده، بس سنه صغيره. بص ظل الكوره يعني امشي شويه كده. هو عماد أيوة. نفسه الظل بص بتاع الكوره اهو. عماد نفسه كان عنده شك كبير جدا. تصدق دي ممكن يعني الحته بدليل ان هو ما اعترضش. ممكن اغير رايي. يعني انت بص عماد حتى بعد ما جابها هو الوحيد ما اعترضش، يعني زملائه جروا على المساعد وجروا على الحكم. هو بس عماد في تصريحاته بعد الليل بقى دي حاجه ثانيه. انما ساعه الخضه بقى ايه؟ مش عارف والله. يعني شوف انا في اول البرنامج النهارده قلت لا مش جول، دلوقتي انا شايفها جول. هي فيها شك مش قادر احدد بصراحه. فالتكنولوجيا طب لما تبقى انت مش قادر تحدد يا كابتن هيثم، يعني القرار الحكم يبقى ايه ساعتها؟ لو المساعد مش مليون في المية متأكد، يحسبها ولا ما يحسبهاش؟ ما دي مش بتاعت الحكم خالص، دي بتاعت المساعد. وما دام المساعد اتخذ القرار يعني معنى كده ان هو واثق. بس انا بقول لك ازاي واثق؟ لازم تكون واقف على خط المرمى، ولازم تكون شايفها. وان كنت برضه اشك ان جسم عماد السيد هيحول عنك الرؤيه او هيحجب عنك الرؤيه. هي الحته دي بقى، الثانيه دي والله اعلم. يعني المهم اتحسبت. المهم نادي الزمالك وفق في ان هو يحصل لنقطه 21. ايه رايك في التغييرات اللي عملها مستر فيرا امبارح؟ احنا شفنا احمد توفيق لاول مره بيكون موجود في التشكيل الاساسي، شفنا حازم امام بيبدا، شفنا محمد ابراهيم بيقعد وبيلعب احمد حسن واحمد عيد، احمد الشناوي بيلعب على حساب عبد الواحد السيد. ايه رايك في التغييرات؟ انا قلت في الاول ان دي ايجابيه، ان هو بيعمل طبعا دوران على اللاعبين في اللعب. برافو عليك. بدون ادنى شك ايجابيه، لان هو كده عنده قاعده كبيره يقدر يختار منها اكبر عدد ممكن من لعيبه جاهزه، لعيبه رجليها في الملعب. بص عبد الله السيسي عامل ازاي في الحائط البشري، وعمر جابر اللي واقف جنب عبد الله السيسي. طبعا دي صعب جدا تتكرر مع فريق كبير. احمد سمير بص عمر جابر عمر وعبد الله السيسي، فتح الله احمد سمير. لا طبعا بص فتح الله الوحيد اللي ما اتحركش لان هو مدافع. يا جماعه اللي خايف من الكوره في الحائط البشري ما يقفش. يعني دي بسيطه، يعني دي ابسط قواعد. يعني حائط الباشا ده عايز واحد ما بيلفش، واحد ما بيخافش، واحد يقدر ينط علشان يمنع الكره انها تعدي. طبعا الشناوي لا يسعى عن الهدف لان الكره صعبه بس مش عارف، كنت حاسس ان هو واخد خطوه، يعني واقف برضه عند في اول المرمى شويه. هو عمل تراي حلو قوي، يعني التراي بتاعه عمل تراي كويس، بس كان يعني سايب اللي هي الزاويه اللي فوق الحيطه قوي، واخد الثلث الاولاني اكتر. في اوروبا كابتن كريم الجول كيبر بيبقى ماسك زاويه والحائط البشري زاويه، ملوش دعوه. خلي بالك، يعني احنا عندنا الحراس بيبقوا حادقين شويه، بيقفوا في النص على اساس لو اتلعبت هنا ياخد خطوه ويمسكها، لو اتلعبت هنا ياخد خطوه ويمسكها. ولكن دي لو في اوروبا المدرب مش هيكلمك لان دي بتاعت الحيطه. انما لو جت في الزاويه بتاعتك هيبقى العقاب شديد جدا. انما الشناوي يعني انا فوجئت بيه بعد فتره كويس. كبيره ان هو واقف على رجله وان هو في ثقه. ولكن كانت مباراه جيده جدا من الفرقتين. مفيش شك ان كابتن عماد سليمان اضاف لفريق طلائع الجيش، والدليل النتائج وعدد النقاط اللي جابها. واتوقع ان هم في الدور الثاني برضو يحققوا عدد لا باس به من النقاط. نادي الزمالك طبعا عايز اقول للعيبه ان لغايه دلوقتي هم ما حققوش حاجه. نعم بتكسب وده حاجه كويسه جدا، ولكن الاهم هو تحقيق البطوله. صح. لان كل ده زي ما بيقولوا عليه سمك في ميه، انت لسه ما عملتش اي حاجه. اهم حاجه الدوره الرباعيه، وان انت هتلاعب 3 فرق، وان انت تقدر تفوز بالمباريات دي. لان انا حاسس ان في توجه ان نادي الزمالك خد الدوري خلاص. خد الدوري. ونادي الزمالك عارف انت يقول لك ايه، سلخ الشاه قبل ما تذبحها. لا لسه لغايه دلوقتي ده حصل مع الزمالك في امبي في نهائي الكاس اللي فات. دي حقيقه. لسه نادي الزمالك ما حققش حاجه. وانا حاسس ان في يعني في اعلام موجه ان نادي الزمالك هو الاقوى، هو الافوق، هو اللي هياخد الدوري، وبيحاولوا يغذوا المقوله دي. ولكن لابد لاعيبه نادي الزمالك انها تعي انها لم تحقق اي انجاز حتى الان. وشيء طبيعي ان هم يوصلوا للدوره الرباعيه، ولكن الانجاز ان هم يقدروا يكسبوا بطوله الدوري اللي غايبين عنها بقى لهم 7 سنين. والاحسن من كده كمان ان هم يصعدوا طبعا للجروب ستيج. نعم لسه بعد ما يعني يجتازوا عقبه فيتا كلوب عندهم دور تاني اللي هو دور 16 وبعد كده دوري المجموعات عشان يقدروا ينافسوا على بطوله افريقيا. نادي الزمالك عامل مباريات جيده جدا، ولكن لابد ان يعرف لاعيبه نادي الزمالك ولسه بطوله افريقيا الموضوع صعب. متوقع ايه في بطوله افريقيا للزمالك؟ لا ان شاء الله ماتش العوده نادي الزمالك يقدر يتخطى الفريق الكونغولي، لان الفريق ده مش هتشوفه بالصلابه الدفاعيه زي ما كان عليها. هيفتح اكتر هيحاول يهاجم بس خلي بالك هو هنا ما كانش فيه صلابه دفاعيه، ده هو هنا كان بيلعب جيم مفتوح. عندهم جول كيبر كويس. هو يمكن خط الدفاع اقل الخطوط عندهم. وما تنساش نادي الزمالك كان حظه عاثر جدا، ضيع فرص سهله كتير. ولكن احرز هدف انا ما شفتوش بقى لي فتره، مش في الملاعب المصريه، لا في ملاعب
على مستوى افريقيا او على مستوى الوطن العربي. الهجمه اللي نادي الزمالك احرز منها الهدف بتاع احمد جعفر هجمه تدرس يا كابتن كريم، لان الكوره كانت هجمه على نادي الزمالك واتعملت كاونتر اتاك، هجمه الحقيقه مرتده، واحنا قلنا ان صفات الهجمه المرتده اقل عدد من اللمسات واقل عدد من الوقت. تلاقي صبري رحيل عمل سبرنت، انا ما شفتوش في الملعب بقالي فتره، والحقيقه صنع الهدف بشكل رائع جدا. احمد حسن زي ما يكون مركب عينين وراه وشايف فين احمد جعفر، احمد جعفر لعبها بشكل رائع جدا، وان تاتش، يعني هدف عالمي. هدف عالمي. لو كان الزمالك حقق هدفين او ثلاثه كان ممكن الجيش بس اخر حاجه في ماتش الزمالك والجيش، ان كان عنده يعني صلاح امين ايمن حفني، لكن ما حسيتش بتاثيرهم الهجومي، والاثنين لعيبه كويسه، بس يعني كجماعيا في الناحيه الهجوميه للجيش ما حسيتش امبارح ان هم مؤثرين على مرمى نادي الزمالك. هو طبعا المشاركه الهجوميه جت بعد ما نادي الزمالك احرز هدفين، ودي بتحصل مع فرق كتير، ان هو بيعمل تركيز دفاعي، ولكن بمجرد ان هو يخش فيه هدف او اتنين بيبتدي يتخلى عن خطته الدفاعيه ويبتدي يشارك في الهجوم. كنت اتمنى ان فريق طلائع الجيش يهاجم نادي الزمالك من بدايه المباراه، ولكن احرزوا هدف جميل في مرمى نادي الزمالك، وزي ما بقول لك فريق طلائع الجيش بيتحسن مع الكابتن عماد سليمان والكابتن عجوز، وان شاء الله في الدور الثاني هيكون لهم شأن كبير. ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع مع الكابتن هيثم